الخارجة على إرادته وخارجة على سلطانه القبيح اللي موجود فيها الشعب السوري أو الثوار السوريين. من أغرب ما وجدت أمس مخرجين في شنقريحة يتحدث على عاطي أمر، يعني داير خطاب، كما نقولوا داير خطاب للجيش. من بين الأشياء اللي يقولها شنقريحة كم هي مضحكة يعني، والله وأنا نشوف فيها قلت هذا عنده عقل ولا ما عندوش عقل. من بين الأشياء يقول لك أن الجزائر تحارب الإرهاب والجماعات الإرهابية وسنظل نحارب الإرهاب وقصة الإرهاب. طبعا عندهم الصحراء الغربية وعندهم الإرهاب، هذا هو مشروعهم منذ 32 سنة، منذ أكثر من 32 سنة. الصحراء منذ 50 سنة والإرهاب منذ 32 سنة. من بين الأشياء اللي يقولها شنقريحة قال لك واتضح أن هذه الجماعات الإرهابية هي موجودة في خدمة المخابرات الدولية، والدليل على ذلك أنها لم تطلق رصاصة واحدة على الكيان الصهيوني. وأنا نقرأ فيها قلت هذا عنده عقل ولا ما عندوش عقل؟ يعني عندما تقول يا شنقريحة أن هذه المجموعات هي إرهابية وهذا هو الدليل، من هو المفروض أن يطلق الرصاص على الكيان الصهيوني؟ الأنظمة التي لديها دول ولديها جيوش ولديها أسلحة ولديها ميزانيات، من تطلق هي الرصاص على الكيان الصهيوني ولا مجموعات؟ دعنا نفترض أنها إرهابية كما قلت، سميها إرهابية، سميها ثورية، سميها معارضة، مش هذا هو المهم، لكن معليش ناخذ التسمية نتاعك أنها مجموعات إرهابية. هل المجموعات الإرهابية هذه اللي أنت تسميها مجموعات إرهابية هل دورها هي أنها هي تطلق الرصاص على الكيان الصهيوني؟ ما هو دور الجيوش؟ ما هو دور الجيش المصري ودور الجيش السوري ودور الجيش الأردني ودور الجيش الجزائري؟ ما هو دور الجيوش؟ ما هو دورها؟ لماذا تلهف هذه الجيوش أقل شيء ربع ميزانيات الدول مثل اللي عندنا احنا، ربع ميزانية الشعوب؟ مش خرجتنا باستعراض ومخرج مئات الدبابات وناقلات الجند والصواريخ لمن؟ إذا كنت كان يكفيك أن تخرس لسانك، أن تسكت. طبعا ماكش أنت اللي كتبت، لكن أنت اللي وقعت، لأنك أنت لا تعرف الكتابة أصلا، أنت أصلا لا تعرف القراءة. عندما تقرأ تخطئ، تقرأ من الورقة تخطئ. لكن السؤال المطروح، هل المجموعات سواء كانت تسميها ما شئت إرهابية مش إرهابية، هذا مش هو القضية، هي اللي مطالبة أن تطلق الرصاص على الكيان الصهيوني، أم الدول الأنظمة اللي لديها جيوش؟ الجيش المصري أكثر من 1,000,000 عسكري. والله ما صنعت هذه الجيوش إلا على عيون الاستعمار، والله ما صنعت هذه الجيوش إلا على قتل شعوبها أو الاقتتال فيما بينها. هذا مكان. ما فيش جيوش لا عربية ولا إسلامية اليوم على استثناءات بسيطة جدا لتستطيع أن تواجه الآخر، تواجه العدو، تواجه الطغيان، تواجه الغازي. فيش. الجيوش هذه هي عبارة عن ميليشيات، ولذلك يجب تحريرها وإرجاعها إلى الوطن، إرجاعها إلى الشعب، وليس في خدمة كمشة من الجنرالات هنا أو هناك. شنقريحة اللي مطلوب باش يطلق الرصاص دفاعا فقط، ما نقولكش روح اعتدي على الكيان الصهيوني، هو جيوش الدول وليس المجموعات كيف ما كانت هذه المجموعات. قلت أنا جبتها بدمشق الحقيقة، لكن النقطة الأخرى في دمشق هو الروس. ماذا يفعل الروس هناك؟ الروس
عندهم الاس 300 والاس 400 والصواريخ الفرد صوتيه وطائرات طراز اخر طراز والسوخوي 57 ومانيش عارف 95 واش ماذا يفعلون؟ لماذا يسمحون للكيان الصهيوني أن يعبث في دمشق ويفعل ما يشاء؟ يعبث في اللاذقية، يقصف حتى قرب حميميم، يعني قرب القاعدة العسكرية الروسية. في الحقيقة ببساطة هذا السؤال، طبعا أنا لدي الإجابة، لكن بعض الناس اللي هم يتعبدون بروسيا ويدافعون عن بشار عليهم أن يجيبوا على هذا السؤال. ها هو إسرائيل تقصف متى شاءت. تعرفوا أن هذا الأس 300 علاش يسموه الأس 300 فيما قرأت؟ لأنه يغطي 300 كيلومتر، يعني أي صاروخ أي طائرة على مدى 300 كيلومتر يستطيع الأس 300 المضاد للطيران، هذا الصاروخ المضاد للطيران، هذه المنظومة، أن تكتشفه وأن تقصفه. والآس 400 على مدار 400 كيلومتر، بمعنى أن الصواريخ هذه الآس 400 اللي موجودة في سوريا في القواعد الروسية تغطي كافة فلسطين المحتلة التي تسمى إسرائيل. يعني تقريبا الجزء الرئيسي من فلسطين المحتلة، كل أي شيء يتحرك فيها هذه المنظومة تستطيع أن تكتشفها وتستطيع أن تسقط الطائرة أو الصاروخ. لكنهم لا يفعلون، لأنهم في الأصل متعاونين مع إسرائيل، لأن روسيا لم تدخل سوريا إلا بموافقة أمريكية إسرائيلية، ومن أهم الشروط أن لا تتدخل روسيا فيما تفعل إسرائيل في سوريا. روسيا تحتج على كل الدول، كادت أن تخوض حرب مع تركيا عندما سقطت الطائرة الروسية قبل سنوات كما تذكرون. تركيا أسقطت تلك الطائرة، لكنها لا تفعل شيء فيما يتعلق بإسرائيل. ولذلك الإيرانيين في الحقيقة كثير من الكتابات وكثير من التصريحات تقول أن الإيرانيين غاضبين بشكل كبير جدا، هذه المرة خاصة بعد مرور الصواريخ، يعني بعد مرور الطائرات الإسرائيلية اللي قصفت في إيران. مش فقط روسيا لم توقف هذه الطائرات وكانت تستطيع إيقافها بالأس لأنها مرت عبر سوريا، والمفروض أن روسيا تحتل سوريا فما تخليش هذا يمروا يعني. لكنها لم تخبر الإيرانيين، لم تخبرهم. بعض المصادر قالوا أنهم في اللحظات الأخيرة اللي كانت فيها الطائرات الإسرائيلية في الأجواء الإيرانية قالوا لهم انتظروا هم جايينكم الإسرائيليين. الإيرانيين كانوا عارفين. وأيضا إيران غاضبة لأن روسيا لا تفعل شيء لإيقاف هذه العربدة، هذا الطغيان الصهيوني في سوريا. إذن قصفوا بشدة في حي السيدة زينب، حيث توجد هيئة الاستخبارات التابعة لحزب الله هناك في دمشق. المقاومة حزب الله تستمر أيضا إطلاق 70 صاروخ من لبنان في اتجاه الكيان الصهيوني، والحقيقة أنه يركز الآن على مناطق مثل صفد، مثل عكا، مثل حيفا، مثل كرمائيل. كل هذه المدن أصبحت تتلقى ضربات متتالية، وبعضها أصبحت شبه خالية مثل كرمائيل على سبيل المثال. عكا أيضا أماكن أساسية وأحياء أساسية أصبحت خالية. حيفا ضربت فيها عدة مصانع، وحيفا هي المدينة الاقتصادية الأولى في الكيان الصهيوني، أو مقاربة لما هو أيضا تل أبيب قريبة منها يعني من الناحية الاقتصادية. ففي الحقيقة أن كما قلنا أن حزب الله الشيء اللي يختلف فيه ولذلك أصبحت الجماعات والمنظمات قادرة على أن تقاوم، في حين أن الجيوش يا إما جبانة خائفة مرعوبة مثل الجيش السوري، وإما متواطئة مباشرة مثل الأردني والمصري مع الكيان الإسرائيلي. لكن واحدة من أهم القضايا
اللي راهي عاملة زلزال في الكيان الصهيوني، كنا تكلمنا عليها عندما خرجت الأخبار الأولى نتاعها، هي قضية ما عرف بالتسريبات. خلونا نعاودوا لربما اللي ما عندوش فكرة على الموضوع نلخص له الموضوع. ما هي هذه الفضيحة، ولماذا هي تعتبر فضيحة، والبعض يعتبرها أكبر فضيحة. هناك من يتحدث اليوم أن هذه أكبر فضيحة قد تكون في تاريخ إسرائيل كلها، لكن أكيد أنها أكبر فضيحة في هذه 20 سنة الأخيرة. لكن ما هي هذه الفضيحة التي تكبر وتكبر مع الساعات؟ الفضيحة هذه بدأت قبل حوالي 4 أيام أو 5 أيام، عندما قامت الشباك، قام البوليس الداخلي في الأمن الداخلي في الكيان بإلقاء القبض على شخص، أحد الأشخاص القريبين من نتنياهو، وكان يسمى متحدثا باسم نتنياهو، ومعه 4 أشخاص آخرين فيما سمي بقضية التسريبات الأمنية. وهذا الشخص اللي يلقى عليه القبض يسمى إيلي فيلدشتاين. ممكن المساعد يشوف لنا الصورة يبعثها لي باش ممكن اللي ما يعرفوش نوريها لكم على الأقل. إيلي فيلدشتاين إذن هذا اعتقل مع 4 أشخاص، واحد من الأشخاص اللي اعتقلوا ال4 أطلق سراحه وبقوا 3. من بين هؤلاء الأشخاص اللي اعتقلوا مع هذا إيلي فيلدشتاين، وهو أحد المساعدين لنتنياهو، كان قريب منه، هناك أعضاء في الأجهزة الأمنية أيضا. يعني الأمن الإسرائيلي اعتقل إيلي فيلدشتاين مساعد لنتنياهو ولآخرين من الجهاز الأمني. والقضية باختصار بسيط هو أنهم كانوا قبل حوالي 2.5 3 شهور، لمن يتابع معي هنا يعرف أني تكلمت عليها في وقتها. كان آنذاك خرجت معلومات من جريدة ألمانية كبيرة جدا تسمى جريدة بيلد، وجريدة هنا تصدر جريدة يهودية هنا يسموها جويش كرونيكل، تصدر هنا في بريطانيا، في الموقع والجريدة الألمانية اللي هي كبيرة جدا. وهذا هنا الجريدة جويش كرونيكل تعتبر جريدة صغيرة نسبيا يعني. كلاهما تحدث على قضيتين رئيسيتين. القضية الأولى أن السنوار كان يريد باش علاش نتنياهو راح لي يحتل فيلادلفيا، معبر هذا اللي بين الكيان الصهيوني بين غزة وبين مصر، احتلوا، وكانت أمريكا رفضت أن يدخل لرفح وأن يحتل فيلادلفيا. فنتنياهو ليثبت أن هذا ضروري ويقلل من الضغوطات الأمريكية والغربية عليه، أخرج عن طريق هذا الشخص إلي فيلدشتاين معلومات إلى الجريدة الألمانية، للصحيفة الألمانية وإلى الصحيفة البريطانية هذه اليهودية هنا، على أساس أن السنوار كان ينوي الهروب عبر معبر فيلادلفيا إلى مصر ومعه الأسرى، وباش يأخذهم من هناك من مصر يديهم إلى إيران. يعني فيلم هند وما يمشيش هاك، يعني أكثر من فيلم هند. أصلا الدخول إلى مصر أنا يوم علقت عليها قلت أن بالتأكيد أن السنوار والمقاومة يفضلون المواجهة مع الصهاينة اليهود، مع صهاينة إسرائيل، ولا يفضلون أن يكونوا مع السيسي، لأنه أجرم منهم، أجرم من صهاينة تل أبيب وأخبث منهم وأفسد منهم. ثم قد يكون عندهم تحرج هم في مواجهة هذا، ويبقوا الجنود مصريين مسلمين يعني. فأكيد أن هذا السنوار لن يقوم بهذه العملية إطلاقا. ثم عندما يهربهم إلى مصر، ما بين مصر إلى إيران دول، يعني أنتم لازم تمر على حوالي 3 ولا 4 دول، فجنون يعني. فيلم هند ما يمشيش هكذا. أنا علقت عليها يوم وقلت مستحيل أن تكون هذه صحيح. وبعدها بحوالي 4 أيام 5 أيام بدأت الفضيحة تظهر يومها.
وهنا في صحيفة جويش كرونيكل هذه قامت بطرد اللي كتب المقال وتوقف 3 آخرين داخل الصحيفة اعترضوا على هذه القصة، ثم هم وقفوا اللي كتب المقال لأن عرفوها باللي هذه it's a fake news فابريكاسيون، يعني هذه فابريكيشن، يعني مش صح، يعني ما يصدقهاش حتى طفل من 10 سنين ما يصدقهاش. الجريدة الألمانية دافعت وقالت لا هذه مصادري من الجيش الإسرائيلي وأنا ما أقدرش أتكلم عليها إلى آخره. بقات هذه القضية، لكن الناس كثير ما صدقوهاش. لكن في وقتها كان خرج نتنياهو وقال لهم شفتوا قلت لكم لو كان ما احتليناش فيلادلفيا وما احتليناش كان هاوش كان راح يحدث، واستند إلى الجريدة الألمانية والجريدة اليهودية هنا في لندن. ليتبين الآن أن اللي يعطى المعلومات للجريدة الألمانية والبريطانية هو مكتبه شخصيا، يعني مكتب نتنياهو، وهذا إلي فلدشتاين شخصيا ومن معه. ومنين جابوا المعلومات هما؟ المعلومات جاتهم من الجيش ومن الشباك، أشخاص قاموا بتسريب هذه المعلومات إلى مكتب نتنياهو، ومكتب نتنياهو تلاعب في المعلومات، غير فيها وبعث بها إلى الجريدتين تحدثت عليهم ونقلتهم عليها، العالم أجمع تحدث عن الموضوع. نتنياهو خرج ويقول لهم شفتوا قلت لكم كان ما درناش هكذا لو كان هذا وش حدث. الآن يتبين أن هذا ليس صحيح إطلاقا. كيف رد نتنياهو في البداية؟ في البداية نتنياهو قال أنه لم يسمع بهذه القضية، وأن هذه القضية وأنه لم يعتقل أي واحد من مكتبه، وأن هذه القضية ما يعني لا علاقة لها بمكتب نتنياهو. لكن من بعد، وهذه هي اللي يبقى الإعلام الإسرائيلي، برغم أنه إعلام ضد الفلسطينيين وضد الحقيقة وضد أشياء كثيرة، لكنه بيناتهم كيهود هو إعلام حر في مجمله. يعني الإعلام الإسرائيلي بدأ يضغط، والمعارضة بدأت تضغط وقالوا لا هذا الكلام اللي يقول نتنياهو مش صحيح. فخرج مكتب نتنياهو وقال نعم أنا في الحقيقة كنا عارفين لك بهذه التسريبات، لكن مش إحنا اللي سربنا، وصحيح هذا الشخص كان موجود معنا لكن موش هو اللي سرب. يعني كذبوا القصة في البداية، قالوا مكش منها، ثم قالوا لا هي جزء منها صحيح لكن ما هوش بالطريقة اللي راهي منشورة في الإعلام. ثم في الأخير خرج قبل يومين وقال لماذا تتهموننا نحن فقط بالتسريب؟ كلكم تسربون، الجيش يسرب والشباك تسرب والموساد تسرب والمعارضة تسرب، لماذا يعني عندنا لما وصلت عند نتنياهو تحبسوا عندنا وتحبوا تهاجمونا؟ يعني انتقل ولات عنده 3 روايات، 3 فيرسيون كما يقال، 3 روايات، من رواية الإنكار إلى جزئيا الاعتراف الجزئي إلى قلب الطاولة بأن هذه القضية ما نحن فقط المعنيين بها، كلكم معنيين بالتسريبات. أين وصلت الأمور الآن؟ طبعا نتنياهو متهم ب3 قضايا أخرى، يعني خلاف هذه القضية كاين 3 قضايا عنده سنوات وهما يجروا مراه فيها. هذه القضايا اللي متهم فيها، واحدة من القضايا اللي متهم فيها هو أنه قدم امتيازات باعتباره رئيس وزراء، هو من 2009 إلى 2021 وهو رئيس وزراء، ثم عاد في 2023 قدم امتيازات لأباطرة الإعلام، لأصحاب الصحف وأصحاب القنوات، قدم لهم خدمات، طهم رشاوي، بمعنى يعطيهم مشاريع، يعطيهم عقود معينة، يسمح لهم يعطي لهم معلومات خاصة إلى آخره باش يتكلموا عليه بشكل إيجابي. وهذا ممنوع في الديمقراطيات الليبرالية، وإسرائيل تعتبر نفسها أنها ديمقراطية ليبرالية، كذبا وخداعا على كل حال. فهذه واحدة من القضايا اللي راهم يتابعوا فيها في الفساد، إضافة إلى قضايا فساد أخرى. إذن هذه القضية في الحقيقة وش يقول عليها اليوم واحد يسموه يواف ليمور، ويواف ليمور هذا الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم المؤيدة لنتنياهو. ماذا يقول؟ يقول بأن هذه القضية، قضية التسريبات الآن اللي تسمى بقضية التسريبات، هي أحد أخطر الأمور التي عرفتها إسرائيل على الإطلاق.
ويضيف إن الضرر الذي أحدثته يمتد إلى ما هو أبعد من نطاق الأمن القومي، ويثير الشكوك في أن مكتب رئيس الوزراء تصرف لإحباط صفقة الرهائن على عكس أهداف الحرب. لأن مش فقط هذه القضية أنه يظهر السنوار بأنه كان راح يهرب وراح يهرب الأسرى إلى آخره، لكن هذه القضية أيضا استخدمها نتنياهو لكي لا يمضي في الصفقة. أمريكا كانت تضغط بشدة بداية من ماي. الإدارة الأمريكية اكتشفت بأن طول الحرب هذه أصبحت تأتيها بأضرار جانبية، يعني تدفع ثمنها، وأن هناك غضب داخل أمريكا وهناك غضب شعبي والطلبة وإلى آخره. فكانت الولايات المتحدة بالفعل الإدارة هذه ليس حبا في الفلسطينيين، ولكن دفاعا على إسرائيل، لأن كلما طالت الحرب كلما كانت إسرائيل أيضا متأثرة. قاموا يموتون لهم، يعني كل ما يموت جندي إسرائيلي هذا يعتبر كارثة في إسرائيل. في أكتوبر هذا حوالي 70 تقريبا الذين قتلوا، هذا اللي اعترفوا بهم. احنا نعرف أن العدد دائما لازم نضربوه في 5 كمعدل، يعني أقل شيء 3 والمحتمل 5. فكان نتنياهو لكي يبطل هذه الصفقة سواء في ماي أو خاصة في جويليا خرج هذه التسريبات وتلاعب فيها وأرسلها إلى بيلد وإلى الجويش كرونيكل لكي يتلاعب فيها. فالآن هما راهم يقولوا باللي القضية ليست فقط فضيحة وتلاعب، الآن يتعلق بالأسرى بالرهائن. ناس ماتت، يعني الصفقة لو كانت دارت في ماي كانوا مازال كاين اللي راهم أسرى الآن مازالوا أحياء. الآن أغلبية الأسرى ماتوا، يعتقد أن ربما أقل من نصف اللي راه باقي حي اللي راهم عند المقاومة. زعيم المعارضة يائير لابيد قال القضية الأمنية الخطيرة في مكتب نتنياهو يجب أن تثير قلق كل إسرائيلي. هذه القضية بدأت في مكتب رئيس الوزراء ويجب التحقيق أن يحدد مسؤولية نتنياهو شخصيا. ووفقا للشبهات فإن مقربين من نتنياهو سربوا وثائق سرية وقاموا بتزوير وثائق مصنفة سرية لتقويض إطلاق سراح محتمل للرهائن ولإطلاق حملة إعلامية ضد عائلات الرهائن. الشخصية الثانية في المعارضة واللي ربما حتى أكبر من يائير هو غانتس، اللي قال هذه ليست قضية تسريبات مشتبه بها، بل هي قضية استغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية. إذن هذه القضية في الحقيقة تتفاعل وتكبر، وهي قد تصبح أخطر من كل قضايا الفساد السابقة اللي كان متهم بها نتنياهو. ولذلك يقوم نتنياهو الآن برد معاكس عن طريق الإعلام الموالي له سواء داخل إسرائيل أو داخل الغرب، لكن القضية يخسر فيها ويخسر فيها بشدة. أسر الأسرى يسموهم هم الرهائن خرجوا، وكانت ها هو فقط بعث لي المساعد بارك الله فيه، أو بعث لي الصورة، صورة إيلي فيلدشتاين. هذا هو لمن تصل الصورة، يعني خلينا نشوف إذا تكون هكذا أكبر. نعم هذا هو. وهذا يقول أنه يعني كان نتنياهو مقرب ويثق فيه كثيرا ويكلفه بالمهام القذرة، لكن بعض الصحافة الإسرائيلية قالوا أنه بمجرد أن سقط إيلي فيلدشتاين أنكر